اكيد خلصتوا لحمة العيد صح؟ تعالوا بقى نعمل اكلة كده تفتح نفسنا شوية، من زمان ما عملناهاش وعايزين بقى ايه ناكل بمزاج. هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك. والنهاردة انا برحب بصحابي لان هم اللي عملوا الفيديو وهم اللي اشتغلوا بايديهم، فتحية ليكوا يا اجدع صحاب في الدنيا. هنقول اللهم بارك وتعالوا بينا كده بقى. هنجيب الكبة ونحط فيها كوباية كبيرة من الثوم، ونص كوباية من الكمون، ونص كوباية من الكزبرة، واربع معالق كبار من هريسة الشطة. احنا عاملين هريسة شطة ايه تحفة جدا. معلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الاسود، وهنجيب بقى شطة خضراء وفلفل اخضر. تمام. وربع كوباية من الخل. وبالنسبة للشطة الخضراء والفلفل يعني هنضيف تقريبا كده نص كيلو. تمام. هنحط المكونات كلها في الكبة بالشكل ده. ولو ما عندكيش كبة طبعا وبتشتغلي كميات صغيرة، فاحنا ستات بيوت شاطرين بندق بالهون كده بتطلع التتبيلة والدقة معانا ايه خطيرة. اهم حاجه بقى ما ننساش الليمون، 3 4 ليمونات. احنا بنضيف الليمون بقشره، بس اهم حاجه بتشيلي منه البذر. النهارده عندنا اطعام يا جماعه، والاطعام ده جه سريعا كده، وكان اسرع واسهل حاجه ان احنا نعملها في الاطعام السمك. واظن احنا ما شاء الله يعني من يوم عرفه واحنا مقضينها لحوم بقى وكفته ومشاوي والكلام ده كله. فخلاص بقى عايزين بقى ايه حاجه نحدق بيها، والسمك افضل حاجه نحدق بيها. هنفرم المكونات اللي انا ذكرتها سابقا في الكبه كويس جدا، وبعد كده معانا حزمة من الكزبرة وحزمة من الشبت وحزمة من البقدونس، خضرة مشكلة هنحطها على المكونات اللي في الكبة ونبدأ ان احنا نفرمها كويس. الإطعام بتاعنا النهاردة بنية قضاء الحاجة. ربنا يا حبيبتي يقطع حاجتك ويرزق ابنك الزوجة الصالحة يا رب، وربنا يقوم لك بنتك بالسلامة ان شاء الله. كلنا ندعي لهم يا جماعة في الكومنتات، ربنا يقضي حاجة ابنها ويرزقه الزوجة الصالحة، وان شاء الله بنوتتها تقوم بالسلامة بطفل او مولود معافى اللهم امين. والقمرية بتاعة المطبخ النهاردة بصوا بقى بتفضل لنا التتبيلة من الكبة قمر يا ولاد. بعد كده بقى التتبيلة هتتقلب كويس جدا. منورين الدنيا يا اغلى صحاب والله. بصوا بقى شكل التتبيله يفتح النفس لوحدها. خلاص احنا قلنا نجهز التتبيله الاول على ما يكون السمك اتنقع كويس، وبعد كده حطيناه في مصفى وجاهزين ان احنا نتبل السمك. احشي بقى بطن السمكيه من جوه، والسمكيه ما شاء الله يعني كل فرد هياخد سمكيه، فالسمكيه ما شاء الله حجمها كويس. هنعمل بقى فتحات في ظهر السمكه بالشكل ده علشان خاطر نديها تتبيله، وكل ما تدي السمك تتبيله وتسيبيه شويه كل ما هيكون طعمه ألذ واحلى كتير. تمام. بصوا بقى السمك متنضف وجميل ازاي، احنا طبعا جايبينه متنضف جاهز، ربنا يجازي اللي نضفه لنا خير. ما شاء الله السمك بصوا زي الفل. هنتبل بقى كل الكميه بتاعه السمك ونسيبها ايه شويه، يعني على ما نكون نضفنا الرز، على ما تكون السلطه اتعملت، يكون ايه السمك خد وده كده في التتبيله. طبعا لو هتعملي كميات قليله فهتقللي مكونات التتبيله اللي انا قلت لك عليها دي، اعملي على قدك يعني. بصوا بقى السمك خطير بالتتبيله. نركن بقى السمك على جنب كده، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. بس اهم حاجه بفكرك كمان مره ما تنسيش تصلي على الرسول، ويلا بينا بقى نعمل شويه رز خطير. وبصوا يا بنات، سمك مقلي يعني رز صيادية او رز بالبصل. حلة بقى كبيرة، الحلة دي ما شاء الله بتاخد 6 كيلو من الرز. هنحط فيها كوبايتين من الزيت، كوباية من السمنة يسخنوا. هنضيف 5 بصلات متقطعين كبير، وعلى ما البصل يتحمر نكون جهزنا بقى الغلاف بتاع السمك. في صينية واسعة هنا هنضيف كوبايتين كبار من النشا. تمام. 4 كوبايات من الدقيق، دقيق القمح العادي يعني. هتحطي بقى على الدقيق والنشا شوية من الكمون وشوية من الكزبرة ورشة ملح خفيفة، وتقلبيهم كويس جدا. وتجيبي بقى السمكية هتغلفيها بالدقيق والنشا، وتجيبي بقى شوية من اللي هي التتبيلة بنزودها مية. ناخد السمكية من خلطة الدقيق والنشا على المية على الزيت. ليه بقى؟ خطوة انك بتغطسي السمكية في المية دي بتشيلي منها الدقيق الزايد، وكمان ما شاء الله بتدي قرمشه كده للسمكيه من بره. تمام. شغالين دلوقتي في الرز وفي نفس الوقت في السمك علشان خاطر بقى ننجز. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين بقى، بصوا لون السمك عامل ازاي، الله الله خطير يا بنات. في مصفى بقى بنخرج السمك ونسيبه يصفي الزيت. هنقلب كل كميه السمك بنفس الطريقه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى لون السمك عامل ازاي. وادي حله كمان تانية بنقلي فيها، يعني بنقلي في صينيه وبنقلي في الحله زي ما انتم شايفين. بصوا هما سلقونا في الرز، بعد ما البصلايه اتحمرت حطوا معلقتين كبار من الصلصه، وبعد كده ضافوا الميه وظبطوا الملح. الميه غلت نزلوا بكميه الرز. تمام. يعني وليكن معاكي 6 كوبايات من الرز هياخدوا معاكي 6 كوبايات من الميه.
وهنعلي بقى النار على الرز، وخدي بالك الرز بتاع البصل ده بيلزق شويه فايدك فيه. هنا بقى ما شاء الله السلطه بتتعمل. اهلا وسهلا بكل اللي بيدخلوا المطبخ ويحبوا يساهموا ويشاركوا فيه. بصوا بقى السلطه ما شاء الله اللهم بارك، خيار وطماطم وبقدونس وكزبره وفلفل وليمون، واللهم بارك. ربنا يا رب يطعم من اطعم المسلمين ويجازيهم خير، اللهم امين. اتفرجي بقى على الرز وجماله من ايد صحاب الامارات. شويه رز يا جماعه خطير. الوجبه بقى خلاص بقى بتتغرف. 3 مغارف كبار من الرز، وبنغرف كمان جنبهم اللهم بارك السمكية وشوية السلطة. وده يا جماعة شكل الوجبات، اللهم بارك، وبألف هنا لله ياكل من وجباتنا النهاردة. وتسلم ايديكم يا حبايبي، وتسلم الست اللي بعتت لنا ان احنا نطعم الناس النهاردة. وكل سنة وانتم طيبين، واستنونا في حلقات تانية ان شاء الله. وعايزة اهمتكم كده في الكومنتات، وعايزين بقى المشاهدات ترجع شديدة شوية كده. يلا مع